5 حاجات اوعى تعملهم وانت بتذاكر. بما اننا داخلين على امتحانات نص السنه وفي ناس بدات امتحانات بالفعل، فتعالى اقول لك على 5 حاجات اوعى تعملهم عشان ما يضيعوش مذاكرتك. رقم 1، اوعى تذاكر على السرير. انا عارف ان احنا دلوقتي في فصل الشتاء والواحد بيميل ان هو يقعد على السرير ويقعد تحت البطانيه كمان، ولكن الحقيقه المذاكره على السرير زي قلتها، لان مصيرها معروف، لا اما هتنتهي بالقعاد على الموبايل لا اما هتنام، فمعلش جاهد نفسك وقوم ذاكر على المكتب او اي ترابيزه عندكم في البيت. رقم 2، اوعى تذاكر في اضاءه مش كويسه. بالنسبه للناس اللي بتذاكر على اللاب او الايباد او التابلت او اي جهاز الكتروني، في ناس كتير وانا كنت منهم بيحبوا يذاكروا ويقفلوا النور ويعتمدوا على اضاءه الجهاز ده فقط، ولكن دي مشكله كبيره جدا لسببين. اول حاجه، لان الاضاءه الهاديه دي هتخليك مش مركز وهتميل انك تنام. ثاني حاجه ودي الاخطر بقى، ان على المدى البعيد هتعمل لك اضرار في عينيك، هتجيب لك جفاف في العين وتعمل لك مشاكل. فدايما لما تيجي تذاكر لازم تذاكر في اضاءه كويسه ايا كان انت هتذاكر على ايه. رقم 3، اوعى تذاكر على الموبايل. طبعا كلنا عارفين مصير المذاكره بالموبايل هتنتهي بالقعاد على السوشيال ميديا، فحاول تبعد مذاكرتك عن الموبايل بقدر الامكان، ولكن لو انت مضطر تذاكر عليه يعني اقفل الاشعارات واقفل برامج السوشيال ميديا في الكام يوم بتوع الامتحانات دول. رقم 4، اوعى تذاكر من اكتر من مصدر. المذاكره من اكتر من مصدر هتخليك مشتت ومش عارف تثبت المعلومه، لان كل مصدر بيختلف عن الثاني حتى لو نفس الكلام، ولكن بيختلف في السياق والتنظيم وهكذا. وغير كده المذاكره من مصدر واحد هتفيدك جدا خصوصا في الذاكره البصريه، بخلاف لو ذاكرت من اكتر من مصدر. وده بيبان جدا للناس اللي بتحفظ قران. غالبا اللي بيجي يحفظ قران ما بيعرفش يحفظ غير من مصدر واحد، حتى لو غيره هتلاقيه بيقول لك انا مش عارف احفظ، لانه خلاص اتعود على المصحف ده، والذاكره البصريه بيبقى لها دور كبير جدا. فبلاش تذاكر من اكتر من مصدر، فخلي ليك دايما مصدر واحد هو المرجع بتاعك او المذاكره الاساسيه بتاعتك دايما بتكون منه. ولو عايز تجيب معلومه من اي حته ثانيه ممكن تكتبها في نفس المصدر ده بحيث توحد مصدر مذاكرتك. اما الحل حل براحتك، ان شاء الله تحل حتى من اكتر من 100 مصدر. 5 حاجه واخر حاجه، اوعى تذاكر من مصدر ثاني قبل الامتحان، او اوعى تغير المصدر اللي انت بتذاكر منه قبل الامتحان. في ناس كتير بتقع في الغلطه دي، وانا وقعت في الغلطه دي قبل كده، ولكن الغلطه دي مضره جدا. هتلاقي مثلا قبل الامتحانات ناس بتنزل ملخصات ومش عارف ايه، فانت هتروح تذاكر منها وتسيب المصدر الاساسي اللي انت ذاكرت منه، فده برضه هيعمل لك نوع من التشتيت، وخصوصا لو قبل الامتحان. فزي ما قلت لك قبل كده، وحد دايما مصدر مذاكرتك، واي حاجه اضافيه، اي ملخص، اي نوتس عايز تكتبها اكتبها بنفس المصدر ده وما تغيروش ابدا. بس كده ودمتم موفقين ان شاء الله.